أسرع وأطعم بيتزا هتكون جاهزة في 10 دقايق. تعالوا يلا نعمل مع بعض بيتزا سريعة طعمها خطير بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. حشوة سهلة وسريعة عشان لو مستعجلين، وكمان هنعمل صوص البيتزا في ثواني. الوصفة دي تنفع لو مستعجلة أو عايزة تاخديها معاكي على الشط أو في النادي. هتكون سريعة وسهلة جدا. احنا هنا اول حاجة هنحط معلقة خميرة كبيرة ومعلقتين سكر على كوباية مية دافية وهنسيبها تشتغل. واحضر عندي 3 كوبايات دقيق. تعالوا نشوف ال3 كوبايات دقيق دول هيعملوا لنا كمية قد ايه. بعد ما حطيت الدقيق هحط عليه رشة ملح، معلقتين كبار زبادي بما يعادل كوباية زبادي صغيرة. بعد كده هحط 3 معالق زيت نباتي، ممكن استبدال الزيت ده بزيت زيتون زي ما تحب. هبدأ أخلط الخليط ده وأتأكد إنه امتزج مع الدقيق، وبعدين هنزل بالمية اللي فيها خميرة. هقلب كويس، بعدين أنزل ببقية الكمية، يعني أعجن كويس وأتأكد. أما ألاقي نفسي محتاجة مية تاني هنزل ببقية كمية المية، واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين، مع الاستمرار في العجن لحد ما انزل بكمية المية كلها. وبعد كده هعجن كويس جدا العجينة لحد ما تلم معايا عجينة طرية بتلزق حاجة بسيطة. هنا دي صلصة البيتزا، صلصة سريعة جدا. انا عندي صلصة جاهزة او صلصة متسبكة عندي في التلاجة، بحط عليها بابريكا وتوم بودرة وبصل بودرة ورشة ملح واقلب بس كده، مش هنسويها على النار خالص. هنا العجينة كانت خمرت معايا، انا سبتها اقل من ساعة، طبعا الجو حر، خمرت على طول. هنا بقى هنعمل بالعجينة سمول بيتزا. هنعمل بيتزات صغيرة كده جميلة جدا مع حشوة في الأطراف. أنا هحط جبنة شيدر كده في الأطراف وهقفل عليها زي ما انتم شايفين كده بس، وهلف العجينة على الجبنة الشيدر كويس بحيث ان انا لما احطها تستوي الجبنة ما تسحش وتطلع برا العجينة. الجبنة في الأطراف يا جماعة بتبقى خطيرة بجد، وبتبقى البيتزا غنية جدا وكلها حشوة، يعني ما بتحسيش ان انتي بتاكلي حاجة فاضية. احنا هنا هحط الصلصة وهحط عليها الحشوة عندي انا حطيت لحوم باردة لاني كنت مستعجلة جدا، فما عملتش بقى حشوة يعني وكده. طبعا تقدروا تعملوها بالحشوات اللي تحبوها، يعني لو في شاورما فراخ او عصاج تبقى خطيرة برضو، او خضار بس زيتون وفلفل وطماطم، يعني الحشوات اللي تحبوها طبعا. مشكل جبن، يعني هي بصراحة البيتزا بتتاكل بأي حاجة. وبحطها بقى، يعني اللي بعمله برصه في صاج مدهون زيت كويس جدا علشان ما تلزقش معايا، وبرصهم. وطبعا بكون مسخنة الفرن، يعني اما ببدأ احشيها كده بكون فتحت الفرن اسخنه، بحطها في الرف اللي من تحت. بس ما بحطش الجبنة الموتزاريلا في الاول. اول ما بتستوي معايا بحط بقى الجبنة الموتزاريلا واحطها تاخد الوش بتاعها، فالجبنة الموتزاريلا بتطلع معايا سايحة وطرية، ما بتنشفش مني خالص وبتمط وبتديني بصراحة مطة رهيبة. انا بصراحة في نوع جربته بصراحة ما بقتش اغيره، نوع خطير برضو. فانتوا شوفوا النوع الجبنة طبعا اللي يريحكم واعملوا بيه. هنا بعد ما خرجت معايا من الفرن خطيرة يا جماعة، اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم.